بار غريب اللي بيدخله أو بيخرج منه حياته بتنتهي. ولو عايز تفهم الحكاية خليك معايا للنهاية. فيلمنا بيبدأ لما شخص كان داخل لبار وفجأة اتصاب من شخص مجهول ووقع قدام الباب. والحادث ده خلى الناس اللي داخل البار يخافوا جدا. والأغرب من ده لما لاحظوا إن الناس اللي في الشارع اختفت فجأة، وما بقاش فيه غير الشخص اللي مصاب قدام الباب. والمجموعة اللي جوه البار واللي كان عددهم 9 ما كانوش فاهمين ايه اللي بيحصل. ولما الجرسون ديفيد بيحاول يتصل بالشرطة من تليفونه بيلاحظ ان مفيش شبكة. وفي الوقت ده الراجل المصاب قدام الباب بيبدأ يتحرك فجأة. وساعتها عامل النظافة اللي موجود مع المجموعة بيتجاهل تحذيرهم وبيخرج علشان يساعده. ولكن بمجرد خروجه من البار حصل له نفس اللي حصل للراجل اللي كان عايز يساعده. ووقتها باقي المجموعة بيترعبوا وبيفضلوا مستخبيين داخل البار، لأن من الواضح إن أي شخص هيخرج من الباب هيتعرض لخطر شديد. وفكرة سقوط شخصين في عز النهار ده بيخليهم مستغربين جدا. وفي شوية منهم بيقولوا إن شخص مختل هو اللي عمل كده، وفي شوية تانيين بيقولوا إن ده هجوم من عصابة عايزة تسيطر على المنطقة. وبغض النظر عن الحقيقة، لازم يكون في أخبار عن الموضوع ده في القنوات الإخبارية. ولكنهم لما بيشغلوا التلفزيون بيلاحظوا إن مفيش أي تقارير عن حوادث خطيرة أو مصابين، وده بيخليهم يستغربوا أكتر. واللي زاد وغطى لما لاحظوا إن الشخصين المصابين قدام الباب اختفوا فجأة، والأرض اللي كانوا موجودين عليها بقيت نضيفة تماما وكأن مفيش حاجة حصلت. وفي الوقت ده المجموعة بيسمعوا صوت غريب خارج من الحمام. ولما بيحاولوا يفتحوا باب الحمام علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل بيلاحظوا ان الباب مقفول من جوه. وساعتها الجرسون ديفيد بيكسر الباب بالقوة. والمجموعة بتتصدم لما بتلاقي راجل منهار تماما فوق قاعدة الحمام، وفي حقنة مستعملة بتكون مرمية جنبه. ووقتها المجموعة بيعتقدوا إنه ضارب حاجة وبيسيبوه يمشوا. وفجأة بيشوفوا مدرعة شرطة بتقف قدام البار، وفي شوية جنود بينزلوا منها وهم لابسين بدل حماية. ووقتها المجموعة افتكروا إن المساعدة وصلت أخيرا، وفضلوا يشاوروا للجنود بإيديهم. ولكن الجنود اتجاهلوهم تماما وحطوا كاوتشات على الأرض وولعوا النار فيها. وبعدها مشيوا بالعربيات بتاعتهم وسابوا المنطقة مليانة بالدخان. وساعتها المجموعة بيكونوا مستغربين ومش فاهمين هي ليه الشرطة عملت كده. وأثناء ما الجميع كان في حيرة فجأة شافوا الراجل اللي كان في الحمام واقف قدامهم، وكان شكله مخيف جدا. ووقتها المجموعة بتترعب من منظره. وأثناء ما الراجل كان عمال يبصلهم فجأة نزل على الأرض، وآخر كلمة قالها محدش يلمسني. وبعدها فارق الحياة. ولما المجموعة بيلاقوا الموبايل بتاعه موجود جنبه وبيمسكوه وبيفضلوا يقلبوا فيه بيعرفوا إن الراجل ده كان جندي في الجيش الأسباني واسمه بول. ولما بيلاحظوا إنه متصور مع ناس لابسة بدل حماية زي الجنود اللي شافوهم من شوية، وقتها بيكتشفوا الحقيقة اللي كانت غايبة عنهم. بول كان مصاب بعدوى من وباء معين، وجه يستخبى هنا في البار لأنه كان خايف إن يتم التخلص منه من قبل الشرطة، زي ما حصل مع الشخص اللي سقط خارج البار واللي بيتضح إنه كان حامل لنفس العدوى زي بول بالظبط. وساعتها بيفهموا إن الشرطة ولعوا نار في المنطقة علشان يقضوا على أي أثر للعدوى ويطهروا المكان. والاكتشاف ده بيخليهم يخافوا أكتر، لأن في 5 منهم لمسوا بول لما كان في الحمام باستثناء ماريو وبيتر وأمبر. واللي بيكونوا خايفين أحسن يتعدوا من ال5 اللي لمسوا بول. وعلشان كده بيتر بيجبرهم باستخدام سلاحه إنهم ينزلوا للقبو وياخدوا جسد بول معاهم علشان يعزلوا نفسهم. وبعد ما بيتر بيقفل باب القبو عليهم، لحسن حظ ال5 إنهم بيكتشفوا فتحة مجاري موجودة في القبو. ولما بيرموا إزازة فيها بيلاحظوا إن المية اللي تحت مش عميقة قوي، فبيفرحوا جدا وبيقرروا إنهم يهربوا منها. بس المشكلة الوحيدة اللي بتواجههم إن الفتحة بتكون ضيقة جدا، وبيكون من الصعب عليهم النزول من خلالها.
ولكن مع ذلك جيمس بيقرر إنه يجرب. بيقلع الملابس بتاعته وبيدهن شوية زيت على جسمه علشان يكون مرن. ولكن أول ما جيمس بينزل من الفتحة جسمه بيتحشر وبيكون نصه فوق ونصه تحت. وحتى لما ديفيد وناتشو بيحاولوا يدفعوه بالقوة محاولاتهم بتفشل، فبيضطروا إنهم يخرجوا جيمس من الفتحة بسرعة. وفي الوقت ده المجموعة بيسمعوا صوت ضرب نار مالي المكان، ومن الواضح إن الجيش وصل وصفى التلاتة اللي موجودين فوق، وهم الخمسة اتكتب لهم عمر جديد بفضل الحظ. ولما بيلاحظوا إن الدخان بدأ يتسرب من باب القبر، ساعتها بيفهموا إن الجيش مكتفاش بالتخلص من التلاتة اللي فوق وبس، لأ ده كمان أشعل النار في البار بالكامل. ولأن القبو كان مكتوم، الخمسة ما كانوش قادرين يتنفسوا، واستنوا لما النار هديت وخرجوا من القبو بسرعة. وبالفعل بيلاقوا البار اتحرق بالكامل واتحول لرماد. وفي وسط الفوضى دي ناتشو لقي سلاح بيتر مرمي على الأرض، فقرر إنه ياخده ويحتفظ بيه علشان يأمن نفسه. ولما إلينا لقيت تليفون بول وسط الكراكيب وفضلت تقلب فيه مرة تانية، اكتشفت رسالة نصية مكتوب فيها إن تم وصول عدد من حقن اللقاح لبول. وساعتها المجموعة بتعرف إن الحقنة اللي كانت مع بول في الحمام كانت حقنة لقاح، بس من الواضح إن بول أخد اللقاح ده متأخر، وعلشان كده شكله اتحول وبقي مخيف. ولما المجموعة عرفوا إن في لقاح فرحوا جدا، وراحوا يدوروا في الملابس بتاعت بول عن اللقاح، ولكن للأسف ما لقيوش أي حاجة. وما كانوش يعرفوا إن اللقاح موجود داخل الحمام مع جيمس، واللي بيكون أول واحد لقيه. ولما ناتشو طلب منه إنه يسلمهوله، جيمس رفض وقال له إن اللقاح فيه 4 جرعات بس وهما عددهم 5، وده معناه إن في واحد منهم مش هيقدر ياخد اللقاح وحياته هتنتهي. ولما المجموعة بيبدأوا يفكروا هيتصرفوا إزاي في المشكلة دي، فجأة جيمس بيطلع حقنة لقاح من ال4 وبيستخدمها لنفسه. ووقتها ناتشو اتعصب جدا من أنانية جيمس، وراح هجم عليه ودخلوا في اشتباك عنيف مع بعض، لحد ما جيمس قدر يوقع ناتشو على الأرض وأخد منه السلاح اللي معاه وبدأ يهدد المجموعة كلها. ولما ديفيد حاول يستغل الفوضى وراح علشان ياخد اللقاح، جيمس وصله بسرعة وهجم عليه، وساعتها الكمية اللي باقية من اللقاح وقعت في القبو. ووقتها تيرني نزلت للقبو بسرعة علشان تدور على اللقاح، وبمجرد ما لقيته ومسكته بإيديها فجأة وقع منها ونزل في فتحة المجاري الضيقة. وساعتها المجموعة اتصدموا وقعدوا يفكروا هيجيبوا اللقاح ازاي. ولما اقترحوا على إلينا إن هي اللي تنزل تجيب اللقاح من الفتحة الضيقة لأن هي أكتر واحدة رفيعة فيهم، إلينا ما كانش قدامها حل غير إنها توافق. وبالفعل رشت على جسمها الزيت ونزلت في الفتحة، ولكن حتى مع جسمها الرفيع ما كانتش قادرة تعدي من الفتحة برضه. ووقتها المجموعة بيفضلوا يزقوها بالقوة، ومع إن ده بيخلي إلينا تصرخ من شدة الألم، إلا إنها قدرت أخيرا إنها تعدي من فتحة المجاري. ولما إلينا دورت على اللقاح ولقيته، قررت إنها ما ترجعوش للمجموعة، لأنها عارفة إن بمجرد ما تديلهم اللقاح هيحقنوا نفسهم بيه ومش هيعملوا حسابها. وطلبت منهم ينزلوا للفتحة زي ما هي عملت، وبعدها يشوفوا هيقسموا اللقاح إزاي. وإلينا خبت اللقاح في مكان معين لحد ما المجموعة تنزل. ووقتها المجموعة ما كانش قدامهم حل غير إنهم يسمعوا كلام إلينا، وبدأوا يوسعوا الفتحة باستخدام مطرقة كانت في القبر. والتلات رجالة قدروا ينزلوا بشكل طبيعي. ولكن لما جه الدور على تيرني، اتعلقت في نص الفتحة بسبب جسمها المليان. ووقتها ديفيد مسك رجلها وفضل يسحبها بكل قوته لحد ما أخيرا نزلت من الفتحة وانضمت لباقي المجموعة. وفي اللحظة دي فجأة ناتشو هجم على جيمس علشان ياخد السلاح منه، ودخلوا في معركة شرسة مع بعض لحد ما اختفوا هما الاتنين تحت المية. وفي الوقت ده باقي المجموعة سمعوا صوت رصاص جاي من تحت المية،
وبعدها شافوا ناتشو وهو خارج من المية وفي إيده السلاح، ولما سألوه إذا كان خلص على جيمس، ناتشو قال لهم ما حصلش، وإنه كان عايز يرجع سلاحه وبس. وبعدها ناتشو بدأ يهدد إلينا باستخدام السلاح علشان تقوله عن مكان اللقاح، ولكن إلينا رفضت وبلغته إنها قبل ما تقوله لازم يتفقوا الأول هيقسموا ال3 جرعات إزاي عليهم هما ال4. وساعتها ناتشو وجه السلاح ناحية ديفيد، وقال لها إنه لو أنهى حياة ديفيد وقتها جرعات اللقاح اللي فاضلة هتكفيهم هما ال3. بس في اللحظة دي لما ديفيد بيفضل يترجاه إنه ما يأذيهوش، وقتها ديفيد صعب على ناتشو وقرر إنه ما يخلصش عليه. وأثناء ما المجموعة كانوا ماشيين في اتجاه المكان اللي فيه اللقاح، تيرني زقت ديفيد في المية من غير ما حد يلاحظ، لأن المكان كله كان ضلمة. ولما ديفيد كان بيحاول يطلع، تيرني بتفضل تمنعه علشان تتخلص منه. بس في اللحظة دي لما ناتشو وإلينا سمعوا صوت ديفيد وهو عمال يصرخ، ناتشو ضرب طلقة في الهوا علشان ينور المكان. وأول ما شاف اللي بيحصل، راح شد تيرني بسرعة وأنقذ ديفيد في آخر لحظة. ولما ناتشو سأل تيرني هي ليه كانت عايزة تتخلص من ديفيد، تيرني قالت له علشان يقدروا يقسموا ال3 جرعات عليهم هما ال3. وأول ما ديفيد سمع الكلام ده كان في قمة الغضب، وقال لها إن على الرغم إن هو كان شغال جرسون، إلا إنه كان على الأقل عنده وظيفة وبيشتغل، ولكن هي كانت ست فاشلة طول حياتها وما عندهاش أسرة ولا وظيفة، وكانت بتقضي أغلب أيامها في لعب القمار واستلاف الفلوس من الناس، وبالمقارنة بيه هي اللي تستحق الموت. والكلام ده أثر في تيرني، وبدأت تتقبل فكرة إنها عديمة الفايدة فعلا، وعلشان كده أخدت السلاح من ناتشو وقررت تضحي بنفسها علشان تدي فرصة للباقيين إنهم يعيشوا. وبعدها إلينا جابت اللقاح ووزعته عليهم هما ال3، وأثناء ما كانوا على وشك إنهم يحقنوا نفسهم باللقاح، فجأة جيمس ظهر من وراهم ووجه ضربة قاضية لديفيد وأنهى أمره. ولما ناتشو وإلينا شافوا جيمس ما كانوش مصدقين إنه لسه عايش، وطلعوا يجروا بسرعة علشان يهربوا منه. وأول ما شافوا سلم بيوصل لفتحة بلاعة في الشارع، بيروحوا عنده بسرعة. وأثناء ما كانوا بيتسلقوا، اللقاح الخاص بإلينا بيقع من إيديها، ومع ذلك الاتنين بيكملوا تسلق لحد ما بيوصلوا لفتحة البلاعة. ولكن لسوء حظهم بيكتشفوا إن الغطا بتاعها مش راضي يترفع، وفي اللحظة دي جيمس بيقدر يوصل لهم وبيمسك رجلين ناتشو، واللي لما أدرك إنه خلاص ما بقاش فيه فرصة للهروب، إدى اللقاح بتاعه لإلينا. ووقتها جيمس سحب ناتشو ووقعوا هما الاتنين واختفوا في مية المجاري، وبكده ما بقاش فاضل من المجموعة غير إلينا، واللي بعد ما أخدت جرعة اللقاح اللي سابها لها ناتشو استجمعت كل قوتها علشان ترفع غطا البلاعة، وبالفعل نجحت في ده وأخيرا خرجت للنور. ولكن الصدمة لما اكتشفت إن الناس ماشية في الشارع بشكل طبيعي وكأن مفيش حاجة حصلت، وبيتضح إن الوباء كان منتشر في المنطقة اللي قدام البار وبس. وبكده يكون فيلمنا انتهى، ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.